شنو هي اول حاجه كتجي في بالك ملي كتسمع فرنسا؟ الحريه، الديمقراطيه، الجمال، الموضه، برج ايفل، السياحه، وزيد وزيد. ولكن واش عمرك سولتي راسك كيفاش وصلوا لهذا الشيء من بعد ما كانوا متخلفين منهزمين ومنحطين وكاع داكشي اللي ما مزيان؟ اهم مظهر كانوا عايشين عليه الاوروبيين عامه والفرنسيين خاصه هو الوسخ والعفانه والقذاره اللي ما تقدرش تخيلها مع راسك، بسبب ان الكنيسه كانت مانعه الاستحمام وما تقدروش تصوروا ديك الحجم وديك الحياه ديال العفانه والجهل اللي كانوا عايشين. وحتى النظام اللي كانت غاديه به دوله فرنسا هو نظام اقطاعي استبدادي ديكتاتوري، جميع السلطات في يد واحده، وجميع الاراضي اللي موجوده في الدوله هي من حق الملك والحاشيه ديالو من الارستقراطيين والنبلاء. اما الفلاحين وعامه الشعب هما مجرد عمال في هذه الاراضي، و90% من المحصول الزراعي ديالهم كيمشي للدوله كضرائب. وكيعانيوا الفرنسيين من الجوع والفقر والظلم وجميع مظاهر التخلف والانحطاط. اليوم غادي نهضروا على اقتحام سجن الباستل في باريس اللي كان الشراره الاولى في الثوره الفرنسيه، الشراره اللي خلاتنا نشوفوا فرنسا كما شايفينها احنا اليوم. في 14 يونيو سنة 1789 النهار اللي الفرنسيين غادي يقتحموا سجن الباستل في باريس. هذا السجن هذا ولا هذا الحصن هذا كيرجع التاريخ ديالو للعصور الوسطى واللي معروف باسم الباستل. كان رمز لكاع السلطات اللي حكمت فرنسا وكيتواجد في وسط مدينة باريس، سجن للمعارضين السياسيين والمحرضين ضد النظام ورمز للطغيان والظلم، رغم انه ما كانش فيه سوى 7 ديال السجناء في الوقت اللي اقتحموه ولا في النهار اللي اقتحموه. ولكن السقوط ديال هذا السجن كان هو الشراره لقيام الثوره الفرنسيه. نهار 14 يونيو من كل سنه كيحتفلوا الفرنسيين بهذا اليوم وكيعتبروه يوم عطله وكيسميوه بيوم الباستل، اشاره الى يوم اقتحام السجن وقيام الثوره الفرنسيه. واجهت فرنسا في العهد الملك لويس السادس عشر واحد الازمه ماليه واقتصاديه خانقه وكبيره بزاف، والسبب ديال هذه الازمه هي التكاليف اللي تحملتها فرنسا أثناء دخولها الحرب الاستقلال الأمريكية ومحاولاتها المستمرة لغزو بريطانيا العظمى. هنا خزينة الدولة خواتو ما بقى فيها والو، ولويس السادس عشر ملك فرنسا في ديك الوقت باش يواجه هذه الأزمة فرض ضرائب كبيرة على المواطنين والشعب الفرنسي. الشعب الفرنسي اللي كان كينقسم لثلاثة ديال الطبقات: الطبقة الأولى الملك والحاشية ديالو، الطبقة الثانية النبلاء والأرستقراطيين ورجال الدين والكنيسة، الطبقة الثالثة هي عامة الشعب اللي كتكون من الفلاحين والعمال والحرفيين وكاع المواطنين البسطاء. هاد الضرائب أدت إلى تمرد الطبقة الثالثة واللي هي عامة الشعب، من بعد ما الممثلين ديالهم في السلطة تمنعوا من دخول البرلمان الفرنسي لأنهم كانوا ضد القرار ديال فرض الضرائب. هنا غادي يشكلوا ولا غادي يأسسوا الجمعية الوطنية العامة في 9 يونيو 1789. وهذه الجمعيه كتكون من الفلاحين والحرفيين والمثقفين اللي كانوا في ديك الوقت. وبدات الاحداث في 11 يونيو سنه 1789 ملي ملك فرنسا لويس السادس عشر عزل وزير الماليه جاك نيكر اللي كان متعاطف مع الطبقه الثالثه اللي تفرضت عليها الضرائب. ووصلت الاخبار للشارع الفرنسي في 12 يونيو. عزل نيكر زاد من غضب الناس، وهذا الغضب زاد خصوصا ملي القوات الملكيه بدات فسخ وحل الجمعيه الوطنيه العامه. هذه الجمعيه العامه كانت كتلاقى وكتجمع في فرساي، وغتصدر هذه الجمعيه واحد البيان اللي كيقول: ايها المواطنون، ان عزل نيكر هو دق ناقوس الخطر للوطنيين. هذه الليله بدات قوات الحرس الملكيه السويسريه والالمانيه بغلق ساحه ديمارس لقتلنا وابادتنا جميعا. لم يتبقى لنا سوى خيار واحد وهو حمل السلاح. هذه الكلمات شحنت الالاف من المواطنين الفرنسيين والفرنسيات واللي كانوا مجمعين وكيحتجوا امام القصر الملكي في باريس. وكانت الفرق العسكريه السويسريه والالمانيه من بين الفرق العسكريه المرتزقه في الجيش الملكي الفرنسي واللي كانت كتشكل نسبه كبيره منه. وهذا الشيء اللي ما كانش عاجب الناس، لان هذه الفرق العسكريه السويسريه والالمانيه هي اقل تعاطفا مقارنه بالفرق العسكريه ذوي الاصول الفرنسيه. وهنا غادي يزيد غضب الناس وبداوا الفرنسيين بحرق معظم المؤسسات الملكيه ومضايقه الحرس الملكي حتى انسحبوا من باريس وبداو كيقلبوا على الأسلحة. ونهار 14 يونيو سنة 1789 استمرت الإضرابات وقاموا الثوار بمصادرة 32 ألف بندقية قديمة وبعض المدافع من المستشفى العسكري، ولكن هما كانوا محتاجين للبارود اللي غادي يمكنهم من استخدام هذه الأسلحة. وهنا غادي يتجه أنظارهم لكمية البارود الهائلة المخزنة في سجن الباستل اللي كتقدر تقريبا ب 13 ألف كيلوغرام. الوقت اللي وصلوا فيه الثوار لسجن الباستل كان فقط 7 ديال السجناء، 4 متهمين بالتزوير وجوج مرضى عقليين
وواحد هو المعارض السياسي ديسولوجي، وكان واحد السجين الثامن اللي هو الفيلسوف الماركيز دي ساد اللي نسبوا له مصطلح السادية لأنه كان فيلسوف وغيولي كيتعتبر من بعد من فلاسفة عصر الأنوار. وبناء على نداء الاستسلام اللي كان الثوار كيناديو به، دعاهم حاكم الباسل إلى التفاوض واستقبلهم بحرارة ووعدهم بعدم إطلاق النار، ولكن المفاوضات غادي تتعطل واحد شوية، وبداو المتظاهرين تسلق جدران السجن، وبداو الحراس بإطلاق النار، وهادشي اللي غادي يتسبب في مقتل 100 من المتسلقين وعشرات الجرحى، في حين أن سجن الباسل خسر جندي واحد فقط. وانقلبت الموازين في منتصف النهار ملي بانت واحد الكتيبة عسكرية معروفين بالتعاطف ديالهم مع الثوار، وبداو بالقذف المدفعي في اتجاه سجن الباسل. وهنا حاكم الباسل غادي يخرج وغادي يلوح بالرايه البيضاء وغادي يعلن على استسلامه، وهنا الفرنسيين غادي يعدموه. وهذا كان انذار بعنف شعبي كبير اللي لعب دور كبير في الثوره الفرنسيه. وخلال هذا الهجوم غادي يتم تدمير سجن الباسل بالكامل، يعني غادي يمحيوه. ودابا حاليا رجع موقع سجن الباسل مجرد ساحه سموها بساحه الباسل، وداروا حداها واحد الاوبرا سموها اوبرا الباسل. ورجع العيد الوطني لفرنسا 14 يونيو من كل سنة تخليدا لهذه الذكرى. وبانتهاء يوم 14 يونيو سنة 1789 غيبدا ينتشر خبر اقتحام الثوار لسجن الباسل، وهنا غادي تكون البداية الفعلية للثورة الفرنسية. وغيعدموا الفرنسيين الملك ديالهم لويس السادس عشر هو والحاشية ديالو، وغيبدا واحد العصر جديد في التاريخ ديال فرنسا سميتو عصر النهضة أو عصر الأنوار، عصر الديمقراطية والازدهار والتطور وكاع داكشي اللي زوين. حتى لهنا غادي نكون وصلنا للنهاية. إذا عجبتكم الحلقة ما تنسوش تدعمونا. مع السلامة.